بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الشقة نزلت. الإعلان بدأ من امبارح من 18/11 ل 26 ذوي الهمم، ومن 26 ل 24 بقية الجمهور. المكتب بتاعنا الحمد لله رب العالمين بيقدر يخرج لك شهادة الدخل لو أنت حابب، لو أنت أعمال حرة وما عندكش وظيفة ثابتة وتأمينات أو أي عمل حر أيا كان عملك الحر إيه، هنقدر نوفر لك شهادة الدخل ونقدر ان احنا نرفع لك الورق على الموقع لو انت مش عارف ترفع الورق على الموقع بتاعك بعد ما تجهزه وتظبطه. وممكن برضو ان احنا لو احتجت اي حاجه فيه تقدر تتواصل معانا ونقول لك الورق ده تعملها ازاي او تخلصها منين او ترتب الامور ازاي. طبعا كل ده هيبقى عن طريق الواتساب. عندك رقم تليفوني موجود على الصفحه بتاعتي على التيك توك، وموجود على صفحتي على الفيس، وموجود على صفحتي على اليوتيوب. هتخش تعمل لي متابعه، تاخد الرقم تبعت لي على الواتساب انت ايه الدنيا اللي واقفه معاك، تبعت لي استفسارك على الواتساب، مش اتصال في التليفون عشان اقدر طبعا اتواصل مع الناس كلها. هتبعت لي استفسارك على الواتساب تقول لي ايه الدنيا، اي استفسار انت عايزه. عايز تعرف شهاده الدخل ظروفها ايه، تتعمل ازاي وتخلص امتى، عايز ترفع على الموقع، عندك اي مشكله في الورق وعايز تظبطه، ابعت لي على الواتساب وهرد عليك ان شاء الله في اقرب وقت. احنا معانا من 26/11 ل 24/12. يعني انت لو قدمت الورق بتاعك او رفعته في اي يوم في خلال الفتره دي مش هيفرق معاك. ما تفتكرش ان انت عشان تتقدم في الاول فانت هتاخد الشقه قبل اللي هيقدم في الاخر. اهم حاجه يبقى الورق مظبوط وترفع الورق بطريقه صحيحه وسليمه 100%. دي اهم حاجه. انا بديكم نصيحه، خليك دقيق جدا وانت بتكتب الاستماره، خليك مركز قوي وانت بتراجع الورق، ولازم يبقى في حد معاك يتابعك الدنيا دي عشان ما تقعش. يا جماعه الاعلان دوت الدنيا فيها هتبقى ماشيه بالشعره. يعني اللي هيغلط اي غلطه وهو بيرفع الورق على الموقع او مش هيظبط الورق زي ما مكتوب في كراس الشروط بالظبط وبنفس اللي هم عايزينه بالظبط، انسى الشقه مبدئيا كده. اللي داخل مش هيبقى مركز ما يقدمش. الموضوع مش سهل، العدد كبير جدا اللي داخل، وحجم الشقق اللي نازله مش بحجم العدد اللي مقدم، فطبيعي هم هيصفوها هياخدوا اللي هو بيرفكت، يعني اللي هو ما غلطش ولا غلطه في الورق بتاعه وفي رفع وطريقه الرفع على الموقع. فانا حابب بس انبه الناس نخلي بالنا ومحدش يجيب لك كراسه الشروط. انت تجيبها بشخصك وتفتحها وتقراها كويس جدا، قبل ما تعمل اي حاجه عشان ما تغلطش. وكل المساعدات اللي هتبقى مطلوبه منك هيبقى تاريخ صدورها يبقى في خلال اللي هي الفتره بتاعت الاعلان. يعني ما يكونش حاجه معاك بقى 3 4 شهور، لا. اي مستند هيطلب منك بتواريخ او على حسب طبعا المستندات المطلوبه، يعني اللي هتبقى نازله في الاعلان او في كورس الشروط. اي مستند هتطلعه من اي جهه حكوميه لازم يكون تاريخه قريب، يعني في خلال الشهر ده. ما يبقاش حاجه بقى لها شهرين 3 وتقدمها في الاعلان، لا. يعني تبدا تطلع اي مستند انت عايزه خلال الفتره دي. اي حد مطلع مستند حكومي او من جهه حكوميه هيقدمه في الاعلان بقاله كتير اركنه ويعمل مستند غيره. انا بديك النصيحه عشان ورقك ما يترفضش. تمام. هقول سريعا بقى الشقق اللي نازله مساحات قد ايه واقساطها الربع سنويه قد ايه، عشان المعلومه دي مهمه قوي وناس كتير ما تعرفهاش. انت عندك نوعين من الشقق نازلين، 75 متر و90 متر. ال 75 متر بتدفع اللي هي جديه الحجز لو انت محافظات 20,000، ولو انت مدن جديده 30,000. ده كده ايه جديه الحجز. طب ربع سنوي قد ايه؟ ال 75 متر حضرتك اول سنه كل 3 شهور 5000 دي ال 75 متر، تاني سنه كل 3 شهور 6000، تالت سنه كل 3 شهور 7000. ده الاقساط ربع سنويه لمده 3 سنين. كل اول سنه 5، تاني سنه 6، تالت سنه 7. دي الشقه اللي هي ال 75 متر طبعا متشطبه. هنخش على الجزء الثاني من الاعلان اللي هو ايه متوسط الدخل، سوري محدود الدخل، بس ال 90 متر بقى اللي هي الاكبر اللي هي 3 اوض متشطبه برضو. نظامها ايه نفس الكلام، المقدمه هي تدفع جديه الحجز كله هتلاقيه مكتوب في كراس الشروط. بس انا بنبه عشان الناس اللي فاكره ان الاقساط هتبقى قليله، لا الاقساط عالي جدا، الدنيا فرقت. فعشان ما تجيبش الكراسه وتلاقي نفسك ايه مش هتقدم او مش قادر، انا بعرفك المقدمه 30 و20 والاقساط ال 75 قلتها، ال 90 اول سنه 7000 كل 3 شهور، ثاني سنه 8000 كل 3 شهور، ثالث سنه 9000 كل 3 شهور. ده لمده 36 شهر. دي الطلعه الاولانيه، يعني هتدفع ال 30 او ال 20 وتدفع الرقم اللي انا قلته سواء ال 75 او ال 90 لمده 3 سنين. بعد الثلاث سنين بقى هيبدا البنك يتواصل مع حضرتك لو ورقك تمام واستعلامك تمام ودنيتك مظبوطه. البنك هيتواصل مع حضرتك عشان يبدا يقول لك على النظام بقى بقيت ثمن الشقه هتدفع منه قد ايه كمقدمه، مقدمه استلام بقى.
مقدمه الاستلام بعد ال3 سنين، والباقي هيتقسط ازاي على 20 سنه، يا اما بقى مقدمه عاليه وقسط قليل، يا اما قسط عالي ومقدمه قليله، يا اما القسط متغير. كل ده مع البنك بعد ال3 سنين، وعلى حسب وضعك ووظيفتك ومرتبك وحالتك الاجتماعيه. يعني المتزوج يعول غير المتزوج لا يعول، غير الارمله غير المطلقه، كل حسب، وغير ذوي الهمم. كل واحد هيبقى ليه دعمه على حسب حالته، واللي بيحدد ده كله مين؟ الصندوق والبنك، مش حضرتك. عشان ما حدش يقعد يلعب في دماغك ويقول لك ايه انت ممكن تاخد قسط كذا. ما حدش هيعرف قسطك، القسط اللي هو بعد 3 سنين ما حدش يعرفه، ولا حد هيقول لك عليه. ولما تيجي تقدم ان شاء الله بعد 3 سنين هتلاقي الوضع مختلف تماما عن اللي انت سمعته دلوقتي. تمام؟ ده كده بس ايه، فيديو سريع عن الموضوع وملخص سريع للشقق. وقلت لكم ان المكتب عندي متاح ان هو يعمل لك شهاده الدخل ويرفع لك الورق على الموقع بتاع الصندوق. تحياتي ليكم. اي استفسار يا جماعه، رقم يعني موجود على الصفحه، ابعت لي استفسارك على الواتساب وهرد عليك في اقرب وقت. تحياتي ليكم، وانتظروني في خلال الفتره اللي جايه في شويه فيديوهات كنصايح ازاي تاخد بالك من ايه، وتقدم ازاي، وتعمل ايه، والاوراق المهمه ايه، وازاي تحافظ على القصه دي وتبقى مركز، وتاخد بالك من التريكات اللي هتضيع منك الشقه، عشان انا مجرب وعارف تفاصيل القصه دي الحمد لله يعني. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير.